ماكروبانسينول بيقلل من مظهر الخطوط الرفيعة، استخدمه لعلاج الحبوب، استخدم ماكروبانسينول لعلاج ممكن استخدمه للتفتيح. هلو يا حلوين، ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده دلوقتي. بقالي فترة كبيرة قوي ما صورتش، تقريبا 4 شهور، بس اخيرا قاعدة وبصور دلوقتي. اخر فيديو كنا متكلمين عن ماكروبانسينول بادي لوشن، واتكلمت عن كل حاجة تخص البرودكت ومميزاته وعيوبه والمشكلة اللي لقيتها لما استخدمته وسعره وكل حاجة عنه بالتفصيل. لينك الفيديو هتلاقوه دلوقتي طلع لكم من الاي، وكمان هسيبه لكم تحت في الديسكريبشن علشان لو عايزين تشوفوه. النهارده بقى هتكلم عن كريم ماكروبانسينول، وبرضه هقول لكم كل حاجة عنه، المميزات والعيوب، وينفع لمين وما ينفعش لمين، وحجمه وسعره والمناطق اللي ممكن نستخدمه عليها ونستخدمه امتى وكل حاجة. فلو مهتمين تعرفوا كل ده بليز كملوا الفيديو للآخر. ولو دي أول مرة بتشوفوا فيديو ليا ما تنسوش تشتركوا في القناة من زرار سبسكرايب أو اشتراك الأحمر اللي تحت الفيديو، وكمان فعلوا جرس الإشعارات عشان يوصل لكم إشعار أول ما نزل أي فيديو جديد. اول حاجه هنتكلم عن مميزات المنتج. خلونا متفقين انه بيرطب البشره جدا وبشكل عميق، كمان هو بيعالج جفاف البشره القوي اللي ممكن يوصلها انها تقشر، كمان هو بيعمل زي طبقه وقايه بتمنع الجلد انه يفقد الترطيب، وكمان بيساعد على تجديد خلايا الجلد. كمان لو عندك جرح بيساعد على انه يخف اسرع، وبينعم البشره جدا وبيحافظ على مرونه الجلد. كمان الحلو في الكريم انه جزء صغير جدا منه بنقدر نفرده على منطقه كبيره، وده معناه ان الكريم مش خفيف خالص، الكريم تقيل، وده معناه برضو انه مش هيكون مناسب لكل انواع البشرة. هجاوب لكم على كام سؤال ممكن يجي في بالكم بخصوص البرودكت. اول حاجة، هو كريم ماكروبانسينول ممكن استخدمه للتفتيح؟ والاجابة لا، ده كريم مرطب ملوش علاقة بالتفتيح، بس من ضمن اسباب اسمرار الجلد هو عدم الترطيب، فده ممكن يستخدم كوقاية من الجفاف المسبب للاسمرار. سؤال كمان، طيب هو انا ممكن استخدم ماكروبانسينول لعلاج الهالات؟ والاجابه اكيد لا طبعا، علشان اعالج الهالات لازم استخدم حاجه مخصوص لعلاج الهالات، وكمان يفضل تحت اشراف طبي. طيب سؤال كمان، هل ماكروبانسينول بيقلل من مظهر الخطوط الرفيعة؟ والاجابه ان اي كريم مرطب ممكن يأخر من ظهور الخطوط الرفيعة، بس مش هيعالجها لو هي موجوده بالفعل. لازم كريم بيستهدف الخطوط الرفيعة، حاجه يكون فيها كولاجين او هيلورونيك اسيد، او ممكن نعمل جلسات تحفز انتاج الكولاجين في البشرة، وده بيكون في عيادة مختصة. طيب سؤال كمان، هل ماكروبانسينول مناسب للحامل؟ والإجابة أيوة، مفيش مشكلة انك تستخدميه لو انت حامل او بترضعي. سؤال كمان، هل كريم ماكروبانسينول ممكن استخدمه لعلاج الحبوب او للتقليل منها؟ والاجابه اكيد لا، في كريمات كتير جدا بتعالج الحبوب وبتخفف منها، وانا اتكلمت عن كذا حاجه قبل كده، هحط لكم اللينكات تحت في الديسكريبشن. سؤال كمان، طيب كريم ماكروبانسينول مناسب لجميع انواع البشره؟ والاجابه لا، الكريم مناسب للبشره الجافه وشديده الجفاف، لان قوامه زي ما قلت مش خفيف خالص، قوام الكريم تقيل. كمان للبشره الدهنيه ممكن يتسبب في ظهور حبوب، فالافضل بلاش تستخدميه على وشك. هقول لكم بقى تجربتي معاه بسرعه جدا. هو بصراحه حلو قوي، ترطيبه حلو جدا، بس انا مش بستخدمه على وشي ابدا، لاني زي ما قلت هو تقيل، فهو استخدامه على الجسم افضل بكتير، خصوصا للناس اللي بشرتها جافه او للناس اللي بشرتها بتجف جدا في الشتاء، فهو هيكون مناسب. مش بنصح ابدا انه يستخدم على الوش، بس لو حد منكم جربه يقولي في الكومنتات عمل معاه ايه. وبس كده، يا رب ما كنتش طولت عليكم، انا كده تقريبا قلت كل حاجه تخص المنتج. لو نسيت اي حاجه بقى اكتبوا لي في الكومنتات، انا برد على كل الاسئله. ما تنسوش بقى تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه لحد دلوقتي اشتركوا، وكمان فعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم اشعار اول ما انزل اي فيديو جديد. وبس كده، باي باي.